وصفة مربى التين. حط التين في الألترا بلو. تمام، بسم الله. وهنحط عليها السكر. السكر في التين بالذات او البلح بيبقى اقل من كميه السكر اللي بنحطها في المربات العاديه. تمام، بحط يعني هو ده تقريبا كيلو او كيلو شويه، نحط له تقريبا نص كيلو سكر. تقريبا نص كيلو. طبعا السكر في المربى بيبقى مهم جدا لان هو بيحافظ على المربى فتره طويله، وكمان هيديني النكهه الحلوه اللي بنحبها كلنا. هنغطيها ونحطها في الميكروويف. هنغطيها عشان عايزينها تنزل بقى الميه بتاعتها. برضه في تركايه في المربات عموما، لما بتحطي السكر وتسيبيها شويه ساعه ساعتين تبدا تنزل العصاره بتاعتها وتبدا تستوي براحتها، حلوه جدا. سيدي يا سيدي، ما شاء الله. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟